السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا نهار اليوم راح نديرو فيها هليلات بشوكولا. كاين مشتركه كانت طلبت مني هذه الوصفه، ونتمنى ان شاء الله تكون تتابع في الفيديو وتشوف وصفه الهليلات هذه اللي كانت طلبتها مني، وهليلات بالشوكولا. بالنسبه للوصفه هذه فيها 250 غرام مارغرين طريه. انا كانت عندي هنا علبه تاع مارغرين ماني 500 غرام، دونك راح نوزن هنايا 250 غرام مارغرين طريه. هايليك نوزن 250 غرام مارغرين طريه. نضيف لها هنايا فنجان نتاع الزيت، نضيف فنجان زيت. هنا كاين ثاني بزاف اللي سقساوني على فنجان الزيت الحجم تاعو كيفاش. نديرو قبل ما يعني لافاني بودغ ولا حتى لافاني ليكيد ما يهمش، ونديرو فنجان صغير نتاع الزيت. كنت قلت كاين بزاف اللي سقساوني على فنجان الزيت كيفاش شحال الوزن الحجم تاعو. دونك اي فنجان تشربي فيه القهوه كيليه زيت وزيديه على المارغرين تاعك. اذا 250 غرام مارغرين طاليه، فنجان صغير نتاع الزيت. بعدها هنا نضيفو 2 صفر بيض وحبه بيض كامله، ونخلط مليح بالباتر باش تتجانس كاع المكونات هكذا مع بعضها البعض. نضيفو نصف كاس نتاع سكر غلاس، مع نص كاس نتاع مايزينا. نضيفو هنا 4 ملاعق كبار نتاع 4 ملاعق كبار نتاع حليب مع 4 ملاعق كبار ما زهر. خل المكونات كامل مع بعضها البعض، ونبدا نضيف في الفرينه حتى نتحصل على عجينه طريه. ونضيف نصف ملعقه صغيره خميره الحلويات، نصف ملعقه صغيره خميره الحلويات. اذا نعاود المقادير: 250 غرام مارغرين طريه، فنجان صغير نتاع الزيت، 2 صفار بيض وحبه بيض كامله، نص كاس تاع سكر غلاس مع نص كاس نتاع لا مايزينا. نضيفو 4 ملاعق كبار حليب مع 4 ملاعق كبار ما زهر. ونلم يعني نلمها بالفرينه مع نصف ملعقه صغيره خميره الحلويات حتى نتحصل على عجينه طريه. هاوليك القوام تاع العجينه تاعي، يعني نتحصلوا عليها طريه. نخليوها ترتاح بجيه. هذا هو القوام تاع العجينه اللي نتحصل عليه، يكون طري بهذا القوام. نغطيها ونخليها بجيه. الحلوى هذه فيها حشو، راح نحشيها بحلوة الترك ونحشيها بالكاوكاو. نجي للحشو نتاعي هنا. واش ندير كاس تاع حلوة الترك. نكيل كاس حلوة الترك مع كاس ونص تاع كاوكاو، يكون مرحي ومحمص، مرحي شويه رخشين ماشي شويه، يعني ماهوش رقيق بزاف ومحمص. نكيل فيها كاس ونص. اذا كاس ونص نتاع كاوكاو. الا كان عندك اللوز من الاحسن، ما عندكش الحلوى هذه بالكاوكاو تجي ثانيك بنينه مع حلوة الترك. وبيان سيغ راح نلم هذا الحشوه بالمعجون. انا اخترت هنا معجون تاع المشماش، نلمها بمعجون المشماش. ندير شويه لافاني لتعزيز النكهه حتى نتحصل على عجينه، يعني على حشوه تكون طريه.
بالنسبة للوزن تاع الحشوة هنا أنا راح نوزنها بين 10 حتى 12 غرام، والعجينة راح نوزنها 30 غرام. هنا أنا راح نديرهم على شكل هليلات، وكاين حبات اللي راح نديرهم في ليمول تاع الكعيكعات، يعني راح نديرهم بشكل دائري، وانتم اختاروا الشكل اللي تحبوه ويعني اللي يعجبكم. انا برك عطيت لكم هنا لي موديل. بالنسبه للعجينه كنت قلت وزنتها 30 غرام، والحشوه راح نوزنها 10 غرام، 10 حتى 12 غرام. الا كانت متوفره عندك الحشوه كاينه ديري 12 غرام باش يجي الذوق تاع الحلوى، يعني حلوه الترك باين في الحلوى هذه. هاي ليك، ونبدا نشكل فيها بهذه الطريقه. دونك الا كنتي حبيتي ديريها بشكل دائري من الاحسن تستعيني بهذو لي مول تاع الكعيكات، يجي الشكل تاعها دائري ومتحوف، ما يجيش معوج. هذه الحلوى صدقيني تجي بنينه، وكذلك كاين بزاف ناس اللي يحبوا الحلويات اللي تقطع لهم بزاف لا كونتيتي. دونك 250 غرام راح تقطع لك يعني تقريبا 41 حبه، ما بين 38 حتى 40 حبه. يعني ما شاء الله، هذو الناس اللي يحبوا يديروا الحلويات الجافه اللي يكون ذوقها بنين وتقطع لك كميه كبيره. نتمنى ان شاء الله يعني جربوا هذه الوصفات اللي رانا نعطو لكم فيهم، وتخلوا لنا تعليقاتكم في لي كومونتير. انا صراحه عندي بزاف ما حطيتش وصفه في القناه تاعي، دي فوا وين نفشل ما نلقاش مشاهدات بزاف، ما نلقاش يعني تعليقات بزاف من يعني من المشاهدين، نولي نحبس ما نديرش الحلويات. بورتون هاد الحلويات رانا نمدو لكم فيهم بكل مصداقيه، وراني نمدهم لكم حلويات ناجحه 100%. نتمنى ان شاء الله يعني تدعموا القناة تاعي يعني باشتراك ولا حتى بتعليق هكذا يكون مشجع. يعني وانتم مشكورين على هذه الخطوة إذا كنتوا درتوها. هاي لك الحلوانة كيفاش ندرتها بهذه الطريقة. كنت أنا اخترت ندير نص بالمدور كما درت نص على شكل هلال. شوفوا العجينة كيفاش راه يعني الشكل تاعها رائع، جات طرية. مام نوعية الفرينة كي تكونوا تخدموا في الحلويات من الأحسن تختاروا فرينة اللي تكون نوعيتها جيدة، خاصة بالنسبة للحلويات. دونك هكذا من الأحسن ديريها في هذو ليمول باش تعطي لك لا فورم شابة تاع الحلوى تاعك وتجوع على حبة واحدة. هذه هي نسقمها مليح. دونك الحبه هذه راح نوريكم كيفاش راح ندير الشكل نتاع الهلال، وانتم طبعا تكملوا كامل الكميه اللي عندكم بهذه الطريقه، يعني بالشكل اللي راكم حابين ديروا. عطيت لكم زوج اشكال في حلوه واحده، وانتم اختاروا يعني الشكل اللي يعجبكم. دونك هكذا اللي موالفين يخدموا الحلويات راح يجيهم سهل التشكيل هذا، تشكيل تاع حبه شراك. هكذا نقرص مليح باش ما يخرج ليش الحشو من العجينه، نزير عليها مليح، ومن بعد نشكلها على شكل هلال كيما تشكلي حبه تشارك. مع هي فيها الخميره راح تشغل تزيد شويه راح تجي هذيك هي. هكذا نكمل كامل الكميه اللي عندي بالطريقه هذه. انا كاين نص اللي درته كيما قلت مدور، ونص درتهم على شكل هلال.
نطيبهم في فرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجة حتى نشوفهم حماروا من تحت. نشعل لهم شوية من الفوق، نشفهم حاجة خفيفة فقط، ومن بعد نخرجهم. رايحة من بعد ندير النصف نطليه بالمعجون ونرمدو في الكاوكاو يكون محمص ومرحي خشين، محمص ومرحي خشين. دونك هكذا كيما راكي شفتي هنا، هاوليك الكاوكاو كيفاش محمص ومرحي خشين شويه ومحمص، يعني مدي ذاك اللون الشباب الدوغي الشباب. هنا ندير نصف بالمعجون، نطليه بالمعجون ونرمدو في الكاوكاو. هنا اضافه تحبي تضيفي مع المعجون شويه حلوه الترك، انا ما كانتش باقيه عندي ما درتش، انتي الا كان عندك حلوه الترك هذاك المعجون ضيفي له حلوه الترك ولصقي به الكاوكاو، راح يعطي بنه رائعه. هاي ليك النص هذا، والنص الاخر راح نكمل نقلاصيه بالشوكولا. كانت عندي شوكولا دادا، شوكولا اولي، ذوبتها على حمام مائي، ضفت لها 2 ملاعق نتاع زيت وقلاصيت بها الحلوى، النصف الاخر تاع الحلوى تاعي عادي جدا. هاي ليك بعد ما ذابت الشوكولا تاعي، ونبدا نقلاصي في الحلوى حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. انا حنوري لكم هكذا برك حبه كيفاش ديروا، وانتم بيان سور الصوره راهي توضح لكم كيفاش تخدموا. هكذا نقلاصي النص هذاك اللي بقى بالشوكولا تاعي والتزيين كل واحد وطريقته في التزيين. زيني يعني قادره ديري فيها دي تخي بلون بشوكولا بلون، يعني تقدري ديري زيكزاك بالشوكولا بلون، تقدري ديري زيكزاك ثاني من نفس الشوكولا اللي بقات لك، تقدري ديري الشوكولا هذه تضيفي لها شويه لوز ولا شويه جوز مفتت يعني مكسر مليح باش تعطي لك بنه. انتي واش كان عندك كما تقدري تخليها بهذه الطريقه، راح تجي بنينه وطريه ما شاء الله عليها هذه الحلوى. هايديك وريت لكم انا 2 حبات ولا 3 كيفاش تقلاصي، وانتم طبعا تكملوا بنفس الطريقه. دونك انا كملت كامل الحلوى اللي عندي بهذه الطريقه وزينتهم في ليكيسات. هاي اللي النتيجه النهائيه تاع الحلوى اللي عندي. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذا الحلوى وتجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم. دونك كاين بعض الحبات اللي بقاو لي درتهم قلاصيتهم كامل بالشوكولا، ضفت لها شويه كاوكاو هذاك المحمص الخشين داخل الشوكولا وقلاصيت الحبات كاملين بالشوكولا. نحنا راح نقسم معك حبه باش تشوفي الطراوه نتاع الحلوى هذه طريه صراحه وبنينه، ذوقها بنين يعني يعجبني بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه وتجربوها في افراحكم ولا يعني حتى في الاعياد في المناسبات، تقدري ديريها حتى القهوه ديري بها قهوه راح تحمر لك وجهك. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى، نتمنى تشجعوني وتخلوا لي تعليقاتكم الجميله. الى اللقاء.